فيديو النهاردة مش كتير اللي عامله في اليوتيوب، بس هو فيديو جامد. هو فيديو من رومان رينز من لاعب كرة قدم إلى ترايبال شيف، واللي حصل لرومان رينز. شكل رومان رينز كده قاعد في البيت وهيرجع على سمر سلام، والتغيرات اللي حصلت لرومان رينز. وبس كده، ويلكم تو رومان رينز ستوري. من لاعب كرة قدم أمريكية إلى أفضل مصارع في تاريخ ال WWE، رومان رينز. رومان رينز دخل مجال المصارعة، وبعد طبعا ما كان في كرة القدم الأمريكية اللي بالمناسبة لعب فيها كتير من الثانوي، وهو في لعب كرة القدم الأمريكية هو والأوسوس، وكان معاهم برضه بروك ليسنر باسم أنوي. عيلتهم عيلة أنوي. رومان رينز قعد كتير في كرة القدم الأمريكية دي من الثانوي لغاية لما كبر. وبعد كده رومان رينز ما كانش عاجبه اللعبة دي خالص، ولا كان شايف نفسه فيها. فبعد كده دخل مجال المصارعة. مجال المصارعة اللي ما كانش مخصص لرومان رينز أصلا، لكن هو دخل مجال المصارعة لسبب إنه شايف نفسه في المكان ده، أو شايف نفسه إنه بيحب الحاجة دي. وده طبعا سببا لعائلة أنوي، عائلة رومان رينز، اللي منها الأوسوس والروك وأوماجا وراكيشي وغيرهم كتير من المصارعين وسولوسكوا، وعيلة البلود لاين الموجودة حاليا. رومان رينز ظهر في ال NXT في بداياته خالص، لأن هو من عيلة أنوي، ومكمان مضى معاه ولعب ماتشات كتير في ال NXT اللي كان مقدم فيه جمدان حرفيا. كان رومان رينز من أحسن المصارعين الصاعدين في ال NXT في ال WWE في الوقت ده. فهم دخلوه التدريب في ال NXT كده علشان ياخد وضعه. وبعد كده سرفايفر سيريس 2012 ظهر رومان رينز مع فريق ذا شيلد، فريق الدرع، وهجموا على رايباك، وكان أول ظهور ليهم كان تحفة وجمدان. الفريق ده قدم جمدان في الدبليو دبليو اي، هجم على سي ام بانك والأندرتيكر وراند أورتن وباتيستا وتريبل اتش اللي هو فريق ايفولوشن، وقدم جمدان في الوقت ده، وكان رومان رينز هو البارز فيهم. هجموا على ناس كتير، ودانيال براين منهم، كانوا ساعدوه في مرة وهجموا عليه في مرة. فكان الفريق ده عامل قصة حلوة برضو مع الوايت فاميلي، وقدموا جمدان فيها. ولكن كل القصص دي كان رومان رينز البارز فيها، رومان اللي ظاهر في الفريق، رومان القوة في الفريق. أول لقب ليهم كان لقب التاج تيم بين رومان رينز وسيس رولينز ودين أمبروس. طبعا خد لقب الولايات. طبعا كلامنا مش عن فريق ذا شيلد، كلامنا عن رومان رينز، وإنه خد أول لقب وهو لقب التاج تيم مع سيس رولينز. بعد كده سيس رولينز غدر بيهم في الرو، ودمر دين أمبروس بالكرسي، وطبعا هجم عليهم، ورومان رينز برضه دمره بالكرسي. وبعد كده انضم الفريق الأثوريتي، فريق السلطة، لتريبل اتش وماكمان. وبعد كده في الرويال رامبل 2015 شارك رومان رينز، ولكن المشاركة دي كانت يعني جمدان. الجمهور ما كانش حابب فوز رومان رينز بالرويال رامبل 2015، مع انهم كانوا متقبلين الفوز ده من سنة واحدة بس. طلع الروك وانقذ رومان رينز من كين والبيك شو وفوزه. بعد كده في ريسل مانيا 2015 دخل رومان رينز ولعب بروك ليسنر، لأن هو الفايز بالرويال رامبل، وبروك ليسنر كان البطل في الوقت ده. قدموا لنا ماتش جامد جدا، وظهر رومان رينز إنه فعلا جامد ويستحق دفعات كتير جدا، والجمهور ظلمه. ولكن الجمهور ما بيتعملش بكده. دخل بعدها سيس رولينز بالشنطة وصرفها عليهم، وطلع سيس رولينز هو البطل من الماتش ده. وكده سيس يكون بوظ اول لقب لرومان رينز في الدبليو دبليو اي، بوظ الماتش عليه. بعد كده رومان رينز بياخد اللقب في نهاية السنة في سيرفايفر سيريس على دين امبروز، ولكن شيمس بيدخل وبيصرف عليه الشنطة، او بيبقى هو اللقب هو البطل. وبرضه رومان خسر اللقب للمرة الأولى في تاريخه في الدبليو دبليو اي، ولكن خد لقب. بعد كده ظهر ماكمان قدام الجماهير وإنه هو بيظلمه والاتحاد جاي عليه وبياخد فرصه وكده، ولكن رومان رينز ظهر وخد اللقب تاني. ودي كانت تاني مرة رومان رينز يفوز باللقب. وطلع الأوسوس ولاد العم، وطبعا فرحوا مع رومان رينز بتاني لقب ليه، أو أول لقب يستمر بيه. بعد كده رومان رينز الجمهور ما كانش حابب فوزه، فأعلن إن هو هيشارك في الرويال رامبل. طلع رقم 30 في الرويال رامبل، وكان تريبل اتش. وطبعا تريبل اتش رومان رينز فاضل صامد من رقم واحد لرقم 30،
ولكن تريبل اتش بقى هو البطل وكسب الحزام. بعد كده في ريسلمانيا رومان رينز يلاعب تريبل اتش على اللقب عشان يحاول يرجع اللقب بتاعه، وتحصل هنا المفاجأة في الماتش ده، والجمهور يكره رومان رينز أكتر وأكتر علشان رومان هو اللي يكون البطل ويكسب تريبل اتش في ريسلمانيا، والجمهور يكره رومان رينز أكتر من الأول. ففي شخصية البيج دوج دي كان مكروه جدا. بعد كده طبعا دخل في عداوة مع سيس رولينز في الماني ان ذا بانك، وطبعا دين امبروز قال لهم لو كسبت الشنطة هصرفها عليكم في الحدث الرئيسي. والماتش كان ماشي حلو جدا، وكان يعني عالمي، وأداء بين الاتنين جامد بين سيس رولينز ورومان رينز، ولكن طبعا سيس اللي كسب. وفي نفس العرض ده كان دين امبروز هو اللي كسب الشنطة وطلع صرفها على سيس رولينز وثبت وكسب دين امبروز اللقب. فأعضاء ذا شيلد هما التلاتة كسبوا اللقب في الليلة دي بتاعة الماني ان ذا بانك. بعد كده رومان رينز طلع اخبار ان هو بياخد منشطات فتفصل لمدة 30 يوم، ولما رجع رومان رينز خد لقب الولايات. بعد كده اسوأ قرار خدته ماكمان او خده الاتحاد، وهو ضد الاندرتيكر في ريسلمانيا، رومان ضد الاندرتيكر. والماتش كان حلو هاوي، وطبعا الاندرتيكر هيكمل السلسلة اللي طبعا كسرها بروك ليسنر قبل كده ويعني الاندرتيكر كان مقدم ماتش حلو قوي، ورومان برضو كان مقدم ماتش حلو قوي، ولكن المفاجأة والكره والعبث ان رومان رينز يكسب الاندرتيكر. وكده الجمهور كره رومان رينز اكتر، اللي هو انت ازاي تكسب الاندرتيكر، انت مين؟ والاتحاد كان عاوز يقدم رومان رينز كنجم كبير غصب عن الجمهور. وفي 2018 رومان رينز دخل في عداوة مع برون سترومان أدت إلى إصابته، ولكن طبعا كان مكمل رومان رينز كل ده علشان يبان للجمهور ان هو يعني مظلوم والإدارة جاية عليه. وطبعا بعد كده تاني أغبى قرار للاتحاد مع رومان رينز، وهو انه لعبه ضد جون سينا في عرض نو ميرسي في 2017. وطبعا ده كان أغبى قرار وقرار غبي جدا من الاتحاد مع رومان رينز، ولكن رومان رينز فاجئ الكل طبعا وكسب جون سينا. ويعني الجمهور كان كاره ده جدا، اللي هو انت كسبت الاندرتيكر وكسبت جون سينا كمان ازاي؟ وبعد كده جون سينا ظهر له احترامه علشان الجمهور يبدأ يحبه، وعلشان الجمهور يحبه اكتر رجعوا فريق الشيلد في 2018 علشان الجمهور يبدأ يحب رومان رينز. ولكن طبعا الفريق ده ما استمرش، لعب ضد زاميز والرجالة اللي معاه، وكان من ضمنهم برون سترومان وشيماس وسيزارو. وبعد كده دخل في عداوة مع بروك ليسنر في ريسلمانيا 34، وطبعا اللي انتهت، حد يقول لي، برومان رينز. وده اللي كان الجمهور كله متوقعه، فوز رومان رينز. ولكن المفاجأة ان بروك ليسنر طلع من العرض وهو اللي فاز على رومان رينز. ولكن الموضوع ده ما استمرش، وفي سمر سلام في 2018 نهاية السنة رومان رينز كسب اللقب زي كل الجمهور ما كان متوقع في ريسلمانيا. ولكن بعد كده رومان رينز طلع بالخبر الحزين ان هو عنده مرض اللوكيميا وهيغيب عن الاتحاد لمدة لما يخف. وطبعا الجمهور تعاطف معاه جدا، ويعني حب رومان رينز في الوقت ده، حبه شوية ولكن ما كانش المحبوب قوي. وطبعا رومان استقبل الجمهور والجمهور استقبله حلو قوي، لأن رومان دلوقتي مصاب بمرض خطير. بعد كده رومان رينز بيرجع من الإصابة وبيقول إن هو خف، وطبعا الجمهور بيديله تشجيع جامد وعالي قوي، ورومان رينز ما كانش متعود عليه وكان راجع فرحان وخف خلاص وهيرجع للاتحاد من تاني بجماهيرية أكبر من الأول، على الأقل يعني أكبر من الأول بشوية. ولاعب طبعا درو ماكنتاير في ريسلمانيا وكسب عليه، ولكن ما كانش الجمهور مساعده قوي في التشجيع. وبعد كده رومان رينز في 2019 انتقل إلى سماك داون ودخل في عداوة مع شين ماكمان، وبرضه الجمهور ما كانش يعني متقبل رومان رينز قد كده، اللي هو انت عادي يعني مش هنشجع تشجيع جامد. وبعد كده دخل في عداوة مع دانيال براين وبرضه حط على دانيال براين ودي كانت وحشة جدا. ودخل في عداوة مع بوبي رود أو روبرت رود وكانت العداوة دي حلوة. ودخل برضه في عداوة مع سيس رولينز في 2019، كان ماتش جامد جدا بينهم في سماك داون. وطبعا الجمهور ما كانش حابب رومان رينز قد كده. بعد كده دخل في عداوة مع دولف زيجلر، والجمهور ما كانش طايق رومان رينز خالص، يعني ايه شخصية فيس لرومان رينز. بعد كده رومان رينز متخطط له انه هيلاعب جولد بيرج في ريسلمانيا على اللقب، ولكن جات الكورونا ورومان رينز غاب عن الاتحاد بسبب مرض اللوكيميا اللي عنده.
وبعد كده رومان رينز رجع في 2020 في سمر سلام على ذا فيند وبرون سترومان في الماتش بينهم في سمر سلام. وبعد كده رومان رينز دمرهم هما الاتنين، وأعلن إن هو مش هيسيبهم هما الاتنين غير لما ياخد اللقب منهم. وطبعا رومان رينز أدى كلامه، دخل في باي باك هو ومدير أعماله بول هيمن بعقد، ومضى العقد ودخل في الماتش وكسب اللقب اللي مستمر بيه لغاية دلوقتي. طبعا كودي رودز فاز عليه، ورومان رينز كسب اللقب، وكان بداية مسيرة رومان رينز باللقب من هنا. بعد كده دخل في عداوات كتير مع جاي أوسو اللي هو من أفراد البلود لاين، مع كيفن أوينز، مع دانيال براين للمرة التانية، ومع إيدج برضه. وكانت من أمتع العداوات بينه هو ودانيال براين وإيدج. ولكن العداوة الأمتع كانت مع بروك ليسنر، اللي ظهر بروك ليسنر بعد غياب طويل في سمر سلام. وبعد كده رومان رينز خد اللقبين، كان معاه لقب اليونيفرسال وخد لقب الاتحاد، وبقى اسمه الأندسبيوتنت دبليو دبليو اي يونيفرسال تشامبيونشيب. وبعد كده خد اللقب الذهبي ده اللي هو مستمر لغاية دلوقتي اللقب ده، وبسبب وصوله للألف يوم. طبعا رومان رينز حقق إنجازات كتير، إن هو وصل للألف يوم، وكانت بقاله شوية لو مخسرش في ريسلمانيا ويعدي برونو سامارتينو. بعد كده لاعب جاي أوسو في سمر سلام طبعا على الزعامة وعلى اللقب، واتدهور الحال في البلود لاين، ورومان رينز حسنا اللي هو بدأ يقع واحدة واحدة. وطبعا بعد كده الماتش اللي كلنا مش هننساه، الماتش بتاع رومان رينز ضد كودي رودز في ريسلمانيا 40، واللي كانت طبعا يعني ماتش جامد. وطبعا رومان رينز خسر اللقب وضد كودي رودز. وطبعا رومان رينز احتمال يظهر في سمر سلام لأنه غايب من وقتها. وبكده أكون خلصت قصة حياة رومان رينز من لاعب كرة قدم أمريكية إلى أفضل مصارع في تاريخ الدبليو دبليو إي. متنساش تقولي تحت بتحب رومان رينز ولا لأ، وهل حبيت فترته باللقب ولا لأ.